الحقيقه الشوطين متباين، يعني تباين واضح جدا في اداء الفرقتين في الشوطين. الشوط الاول شفنا النادي الاسماعيلي مستحوذ، شفنا النادي الاسماعيلي مسيطر، شفنا النادي الاسماعيلي اكثر حرصا على احراز اهداف، وزي ما توقعنا قبل المباراه واكثر اضاعه للاهداف ايضا. طبعا، وزي ما توقعنا ان في اهداف في اللقاء، والاسماعيلي بدا بالتسجيل. لكن الحقيقه النادي الاسماعيلي يعني الشوط الاول، انا هسيب طبعا كابتن محمد يتكلم عن النادي الاسماعيلي اكتر طبعا بصفته احد رموز النادي الاسماعيلي واحد ابنائه. لكن انا بتكلم ان النادي الاسماعيلي رب ضاره نافعه. تغيير عبد الله الشحات الحقيقه رغم ان هو تغيير اضطراري، واحنا عايزين نطمن عليه وهنحاول ان احنا نعرف بس الاصابه ان شاء الله يرجع ان شاء الله يكون بخير بالسلامه. لكن تغيير ونزول مهاب سعيد اثر تاثير ايجابي في اداء النادي الاسماعيلي خلال احداث الشوط الاول. مهاب سعيد شارك في تغييرين النهارده، تغيير نزول وتغيير خروج. انا طبعا يعني انا حبيت اقول دي عشان رب ضاره النفع، واسيب الكابتن طب وادي دجله بدا المباراه مش عارف يعني تشعر انه خايف الاسماعيلي بيتراجع؟ لا انا بقول كتير. انا بقول حاجه يعني قريب من الاوفر كونفيدنس شويه، يعني الثقه الزايده، بمعنى ان احنا يمكن اتكلمنا وقلنا ان مباريات وادي دجله مع النادي الاسماعيلي بتشهد دايما سيطره في الاونه الاخيره لوادي دجله، خصوصا المباراه اللي بتقام على ملعب وادي دجله في الكليه الحربيه. وقلنا ان السنه اللي فاتت انتهت نتيجه 2-1. يمكن ده كان في الدور الاول 1-0 للاسماعيلي، كان عمرو السوليه الاحرز بالظبط في الاسماعيلي في اخر اوقات المباراه. بالظبط، انا بقول بالتحديد المباريات اللي بتقام هنا يا كابتن. لكن النهارده احنا شفنا الحقيقه النادي الاسماعيلي فرض سيطرته على احداث الشوط الاول وسيطر على وسط الملعب. طبعا لو استعرضنا مع بعض تشكيل او بدايه تشكيل وادي دجله في الشوط الاول، هنلاقي عصام محمود موجود، احمد درغام، عمرو عادل، ويليام منساه، مصطفى طلعت موجود، محمد عبد الواحد وشبيطه وحسن مصطفى ومحمد مكي واحمد مصطفى شمامه وعاشور التقي. طبعا نفس التغيير حصل فيه تغيير اضطراري، اصابه حسن مصطفى ونزل مكانه محمد وايا. الحقيقه طبعا يعني محمد وايا لاعب صاعد واعد متميز، اعاره من نادي الزمالك، ولكن خبراته في مثل هذه المباراه مش على وزن حسن مصطفى. فانا يعني بقول في تغيير اضطراري للاسماعيلي، تغيير اضطراري لوادي دجله، وادي دجله اللي يمكن كان تغيير سلبي بالنسبه له غصب عنه طبعا، ما حدش يقصد، لكن ده اللي حصل في الشوط الاول، ان النادي الاسماعيلي سيطر على وسط الملعب لعدم وجود اللعيب الخبره في نادي وادي دجله، طبعا المتمثله في خروج حسن مصطفى بالثقل بتاعه. زي ما احنا شايفين طبعا الترجمه نادي عايزين برضه نطمن على حسن مصطفى وعبد الله الشحات عشان نطمن عليهم ان شاء الله يقوموا بالسلامه يا رب. زي ما احنا شايفين طبعا ضربه ثابته للنادي الاسماعيلي استثمرها عن طريق فرج، طبعا احمد سمير فرج. وطبعا عارفين ان احمد متميز، عبد ربه متميز، كل اللعيبه اللي في النادي الاسماعيلي اللي بتجيب التسديد حقيقه متمكنه جدا. يعني انا اتصور النهارده لولا عدم توفيق احمد علي كان ممكن النادي الاسماعيلي يتقدم على وادي دجله بعدد وافر من الاهداف. يعني النتيجه لا تعبر عن سيطره النادي الاسماعيلي على احداث المباراه. الشوط الثاني اختلف تماما اداء وادي دجله الحقيقه بالتغييرات اللي عملها. عبد الفتاح الاغا نزل مكان شبيطه، مصطفى كهربا نزل مكان مكي، وحصل تغيير في الملعب من جوه، يعني تغيير من بره وتغيير من جوه. لقينا مصطفى كهربا لعب طرف يمين، ودخل احمد درغام لعب في وسط الملعب الى حد ما. لو شفنا هنلاقي محمد عبد الواحد لعيب متميز في وسط الملعب، هنلاقي درغام لعيب متميز في وسط الملعب. كان في سيطره لوادي دجله في وسط الملعب في الشوط الثاني، والاسماعيلي برضه ابتدى يخاف على الفوز، وافتكر مباراته الموسم الماضي او مباراه وادي دجله على ملعبه في الموسم الماضي والموسم الحالي. بس لازم احكي معانا اتصال هاتفي مع الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الاسماعيلي. كابتن سعفان اهلا بيك ومبروك. ازي حضرتك؟ سلام وتحياتي للكابتن يوسف والكابتن محمد صلاح. الف مبروك كابتن الف مبروك كابتن سعفان. الله يبارك فيك يا كابتن ابراهيم، الله يبارك فيك يا زعل. انا ببارك لك على مستوى محمد صبحي، ان محمد صبحي شال كوره النهارده، انا بعتبرها صدة الاسبوع، يعني كان هدف محقق. الحمد لله، بنحمد ربنا على توفيق ربنا ان احنا النهارده خدنا 3 بونت يا علاء. طبعا انت عارف ان يمكن انا كنت قاعد في المقصوره الرئيسيه انا والكابتن ابو طالب، يعني كمان جالنا
جالنا تليفون كده ان ماتش الاهلي يوم الثلاث ان شاء الله في استاد الكليه الحربيه هنا، فدي 3 بونت خدناهم قبل لقاء الاهلي الحمد لله. يعني بالرغم ان انا كلمت كابتن ابو طالب قبل المباراه، فبقول له حسني على 3 انذارات، فقال لي بص احنا مش باصين لاي ماتش تاني غير الماتش ده ما فيش كلام عن اي ماتش غير المباراه دي. فكان واضح مدى اهتمامكم وخدتوا الامور بجديه جدا، وكان واضحه من الروح والاصرار منذ بدايه المباراه، عشان كده التوفيق حالفكم. الحمد لله. ما هو برضو احنا بنبص للعيبه اللي عندها انذارات، بس احنا بنلعب كل ماتش بماتش. بس يعني انت لما تقابل الاهلي والزعلاء، وكابتن وليم طبعا عارف، وكابتن محمد صلاح، لما تقابل الاهلي وانت معاك 3 بونت وكسبان بره اسماعيليه، برضو تدي يعني حاجه كبيره للعيبه وحاجه كبيره للجهاز الفني وللجمهور كمان. هو طبعا هتلاقي من الجمهور، بس في حاجه الاربع 5 ايام اللي جايين دول في تدريبات ان شاء الله بتبقى حاجه نفسيه، حاجه نفسيه للعيبه بس قبل مباراه الاهلي. احنا طبعا كل اللعيبه عندنا في حسني بس واخد 3 انذارات. الحمد لله النهارده الماتش عدى على خير من غير ما ياخد انذار الرابع. بتمنى التوفيق ان شاء الله المباراه الجايه، وبتمنى المباراه تطلع اهم حاجه زعلاء في روح رياضيه. يعني الماتش كده يبين للناس في مصر والعالم العربي ان ماتش من غير جمهور بس فيه روح رياضيه، في جماهير بتتفرج من البيوت، ما يجوش عند الملعب، ما يجوش عند الاستاد، عشان ما يحصلش اللي حصل قبل كده. احنا شايفين الكره اللي محمد صبحي طلعها باقتدار انفراد كامل لعاشور، ومحمد صبحي يعني بمرونه فائقه بيطلع هدف محقق لوادي دجله. الحمد لله ربنا وفقه النهارده، ووفقه برضه في المباراه اللي فاتت، طلع كوره كويسه كان الكابتن ابراهيم يوسف برضه يعني اشاد بيها. ربنا يوفقه كده على طول، ومعاه محمد فتحي ومعاه محمد عواد، كله في الاخر يا زعلان لمصلحه مصر. يعني كل الحراس المرمى الموجودين في مصر حاليا كله بيتصب في الاخر لمصلحه مصر ان شاء الله. مبروك يا كابتن سعفان، وكنا عايزين نعرف بس انت موقوف قد ايه؟ مباراه انا مباراه يا كابتن محمد، انت هتخليهم بلاش السنه انا بسال بس عشان اطمن. بيحاول يخلص عليك يا كابتن. لا يا فاكهه هو انا خدت ايقاف عشان خاطر نزلت الملعب من غير اذن الحكم، هو بس انا وكابتن ابو طالب. التقرير جاب ماتش واحد عشان خايف على حسني عبد الله عشان ما توقفش. الحمد لله حسني ما توقفش وانا توقفت. ان كابتن سعفان يعني النزول لارض الملعب من دون اذن الحكم على طول ايقاف مباراه، ما فيهاش فصال يعني. دي حاجه يعني انت فاديت حسني عبد ربه فيها بس بالانذار. انا قلت للكابتن ابراهيم يوسف مره فاتت كمان لما كان قاعد مع كابتن، انا فعلا بجهل سوري في التعبير، بجهل القانون التحكيمي. فعرفت النهارده الاسبوع اللي فات ان انا ممنوع عندي الملعب حتى ابوس لعيب او واحده من فرقتي بعد حدث برضه فيها ايقاف مباراه. مظبوط. مبروك يا كابتن سعفان، وبنشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا زعلان. مبروك يا كابتن سعفان، الف مبروك. مبروك يا فندم. كابتن محمد، الاسماعيلي بدا المباراه بتشكيل انت قلت ان هو الامثل، وقلت ان هو ده التشكيل المناسب للاعبين الموجودين، حتى قلنا البدلاء ما فيهاش غير مهاجم وحيد، فكان واضح ان الاسماعيلي عايز يخلص المباراه من البدايه. بالنسبه لوادي دجله مهاجم وحيد ولا بالنسبه للاسماعيلي؟ الاسماعيلي في الاحتياطي كان مهاجم وحيد اللي هو عبد الرحمن مسعد، وما بيشتركش. فكان واضح ان الاسماعيلي بيلعب بقوته الضاربه منذ البدايه، ويمكن الاسماعيلي في المباراه السابقه كنا بنشوف بيبدا وبعد كده بيغير، والبعض يقول طب ما بداش كده ليه؟ هو كان بادئ بالطريقه اللي كان بينهي بيها المباريات السابقه. يمكن ده ناتج طبعا لعدم وجود جودوين، وده قوه هجوميه لا يستهان بها في فريق الاسماعيلي، لكن كان واضح من بدايه الشوط الاول ان في اصرار وفي استحواذ كويس قوي من لعيبه نص الملعب. بالنسبه للاسماعيلي احمد خيري كان قايم بدور عالي قوي. حسني في اول الماتش، يمكن حسني من اللعيبه اللي ممكن نلتمس لها العذر النهارده ان هو مش مستوى عالي، ولكن كان ليه دور ايجابي توجيه. يمكن بتاع الانذار الثالث مأثر عليه شويه نفسيا، وفي نفس الوقت ما ياخدش انذار رابع طبعا عشان ما يغيرش. خايف ان هو يلتحم او يعني متحفظ في بعض تحركاته، متحفظ في الالتحامات، انما كان برضو ليه دور. النهارده برضو في نص الملعب عمر جمال، ممكن ان هو نقول ان عمر بدا يرجع سنه بسنه، رغم ان في شويه تحفظات برضو على بعض الكور. مهاب سعيد النهارده انا بعتبره من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه جدا مهاب نجم النادي الاسماعيلي النهارده في تحركاته ولمساته من الشوط الاول للشوط الثاني. يمكن التغيير كان اضطراري للكابتن محمود عشان عايز يستخدم فيه لبعض من الوقت. التغييرات بتاعت كابتن محمود الى حد ما موفقه، وخصوصا بعد الهجوم الشرس لنادي وادي دجله. الشوط الثاني كان عايز يامن شويه النتيجه وعايز يحافظ عليها. في بعض الحاجات بتحصل من المهاجمين، ودي يعني انا شايف ان في تاخر في تسجيل الاهداف. في عدم توفيق طبعا لاحمد علي رغم المحاولات الكتيره اللي بتجيله والفرص، لكن لغايه امتى احمد علي ومحمد محسن هيبقوا بعيدين عن التهديف؟ ما ينفعش ان انا اكون النهارده في فريق زي الاسماعيلي واللي بيسجل لي احمد سمير فرج،
وقبل كده اللي كان بيسجل لي حسني عبد ربه او عمر جمال او اي حد من بس شفنا احمد علي اضاع اكتر من فرصه محققه ووضع نفسه في اماكن مثاليه. ده اللي بتكلم فيه، يعني هو كون انت بتكون متواجد في منطقه ال 18 وتعمل ازعاج وتخلق نفسك فرص، دي حاجه كويسه، لكن في نفس الوقت لازم تحط وتصر على ان انت تسجل، لان غياب التسجيل مع مرور الماتشات هيأثر فيك نفسيا. ففرصه كويسه كانت في مباراه زي دي، لان انت داخل على ماتش ما يستحملش فيه ان انت تضيع فرص كتير زي الفرص اللي جات لك النهارده. دي طبعا يعني نصيحه اخويه لاحمد، لان المفروض ان هو ما يضيعش كور بالسهوله اللي احنا شفناها النهارده. في بعض الكور اتعامل معاها بشده قويه جدا جوه 18 مش محتاجه الشده، وفي بعض الكور اتعامل معاها مش محتاجه الحنيه الزياده عن اللزوم، كان لازم يستخدم فيها قوه. بالنسبه للدفاعات، انا شايف ان الاختبار الحقيقي لدفاع النادي الاسماعيلي النهارده بدا من الدقيقه 15 بالتحديد، يمكن بعد ما نزل الاغا، وده المهاجم الصريح الثاني اللي كان بيلعب لوادي دجله النهارده. اتفضل. معايا النهارده يعني كان معانا كلنا اجمل لعبه في المباراه، الفرصه اللي خدها مصطفى شمامه على الطاير وكانت ممكن تبقى افضل اهداف الموسم على الاطلاق. وهو معانا دلوقتي في اتصال هاتفي الكابتن مصطفى شمامه. اهلا بيك وهارد لك. الو، هارد لك يا كابتن مصطفى، وكنت النهارده رائع.